مرحبا بحضراتكم في هذا الفيديو يا جماعة. هديك 20 برومبت لمناظر طبيعية، وحضرتك موجود في المناظر الطبيعية. طبعا دي صورة يا جماعة، ودي كلها الصور اللي أنا هعلمك إزاي تعمل زيها، وإزاي صورتك تكون مكان الشخص اللي موجود قدامك. البرومبتات يا جماعة اللي أنا هديها لك في الفيديو دي يا جماعة، برومبتات عبارة عن مناظر طبيعية. المناظر الطبيعية دي حضرتك زي ما قلت لك أنت موجود فيها. وطبعا في نهاية الفيديو يا جماعة، اللي عايز يا جماعة البرومبتات دي يتواصل معايا، يكتب على التعليق تم، أو بمعنى أصح يقول أريد هذه البرومبتات. دي كلها يا جماعة زي ما انتم شايفين الصور اللي احنا هنتعلم ازاي نعملها من خلال برومبتات هديها لكم في هذا الفيديو. صور جميلة ممتازة جدا جدا داخل مناظر طبيعية. وزي ما قلت لك اسمع الفيديو للآخر عشان تتعلم ازاي تعمل الصور ديك. ودلوقتي يا جماعة عشان ما اضيعش وقتكم نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا احنا بنخش على تطبيق الجيميناي. بنخش على تطبيق الجيميناي اللي موجود طبعا في اي تليفون حاليا دلوقتي. المهم بضغط على علامة الزائد اللي موجودة قدامكم ديت، بضغط على الصور. طبعا بختار صورة معينة، وليكن مثلا طبعا دي طبعا صورتي يعني. تمام كده. بعد كده باجي بقى على الملف بتاعي انا اللي فيه البرومبايت اللي انا موجود فيه. ناخد اول برومبت موجود مثلا، هاجي هنا اظلل على اول برومبت اظلل عليه. تمام كده. بعد كده باجي عند نسخ. تمام. بعد كده باجي على تطبيق جيميناي، وطبعا فيه الصورة زي ما حضراتكم عارفين، وعرفنا ازاي بننزل الصورة. بعد كده اضغط على راسك او اضغط على هنا. بعد كده اضغط على السهم اللي دايما وشه ايه فوق. تمام. ونشوف ايه الصورة الناتجة من بروبنت اللي احنا نزلناه دلوقتي. تمام. طبعا ما شاء الله، شايفين الجمال يا جماعه، شايفين الجمال. ادي يا جماعه الصوره الناتجه من البروبمت اللي انا نزلته دلوقتي. تمام. نيجي برضو على برومبت اخر. اجي برضو على علامه الزائد تاني، وعندي الصور، واختار الصوره مثلا، واجي ايه بعد كده اختار البرومبت اللي انا عايزه. طبعا انا عملنا البرومبت الاول، نيجي بعد كده عند البرومبت الثاني. اضغط على من اول هنا طبعا بصباعي. بعد كده بنزل عشان اخد البرومبت كله. ناخد البرومبت كله يا جماعه. وطبعا انا اللي عايز يا جماعه البرومبتات دي كلها يتواصل معايا. تمام. ادي يا جماعه كده البرومبت الثاني، واختار نسخ. بعد كده باجي على تحت الصورة واعمل لاسك. اما طبعا بنعمل لاسك او بنختار ايه الجزء اللي تحت ده، واضغط على السهم اللي وشه فوق. طبعا زي ما حضراتكم طبعا شايفين دلوقتي، هتشوفوا الصورة الناتجة من البرومبت اللي احنا نزلناه. شايفين يا جماعة ما ايه الجمال ده؟ شايفين يا جماعة الشلال ما شاء الله يعني، ما شاء الله، ما يعني منظر طبيعي جميل جدا جدا جدا. تمام. تخيل بقى صورتك انت او حضرتك قاعد في المكان ده، منظر طبيعي جميل جدا جدا. تمام. اضغط على مثلا في حفظ في حفظ تحت هنا، بضغط على كلمة حفظ بحيث ان الصورة تكون موجودة على تليفون حضرتك. تمام. صورة جميلة في منتهى الروعة. تخيل ان حضرتك موجود في المكان ده. تمام كده. نيجي بعد كده عند جيميناي تاني، نرجع الجيميناي تاني. تمام. واضغط برضو على علامة الزائد، واختار الصور المعرض اللي موجودة في تليفونك. واختار طبعا الصورة. طبعا يعني دي صورتي انا، انت طبعا بتحط صورتك انت. تمام. او صورة اي شخص حضرتك عايز، يعني صورتك انت او صورة اي شخص تاني يعني. احنا كده عملنا كام برومبت كده يا جماعه؟ عملنا كده 2. هنختار بعد كده البرومبت الثالث. طبعا انا عندي هنا ملف جاهز فيه كل البرومبتات كلها. هاجي عند في البرومبت الثالث، وهعمل هنا يا جماعه اضغط عليها ضغطه مطوله اظللها. بعد كده انزل انزل لتحت بحيث اظلل البرومبت اللي انا
اللي انا عايزه. تمام كده، واضغط على نسخ. دي كمان يا جماعه خدوا بالكم البرومبت التالت، واختار طبعا هنا او اضغط عليها. تمام، وعلى السهم اللي وشه ايه اعلى، ونشوف الناتج ايه. اكيد طبعا صورة روعة جدا جدا، وهتشوفوا بنفسكم، هتشوفوا بنفسكم. ايه الجمال ده؟ شايفين يا جماعة الجمال؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله، يعني المنظر يعني يشرح القلب، يعني منظر يشرح القلب. شايفين؟ تخيل صورتك انت بقى اللي في المكان ده، يعني تخيل حضرتك في المكان ده، وصورتك داخل هذا المنظر الطبيعي. وطبعا بضغط على كلمة ايه حفظ، بحيث ايه احفظ الصورة على الجهاز. تمام، يعني منظر طبيعي جميل جدا ما شاء الله، ممتاز جدا جدا يعني. تمام، نرجع للتطبيق تاني، تطبيق الجيميناي يا جماعة معايا كده. وبرضه بضغط على علامة الزائد، واختار اضغط على الصور، واختار طبعا الصورة. طبعا انا بتكلم دي صورتي، لكن طبعا تبقى صورتك انت. واخش على الملف بتاعي اللي هو فيه البرومبتات. تمام، احنا كده طبعا يا جماعه كنا عملنا كده كام برومبت؟ كنا عملنا كده يا كام؟ 3. تمام، كنا عملنا كده 3 برومبتات مع كده. نيجي بعد عند البرومبت الرابع. البرومبت الرابع يا جماعه هضغط على اول البرومبت، وانزل بهذا الشكل حتى اخر البرومبت، حتى اخر البرومبت مع كده البرومبت الرابع، واضغط على نسخ. واجي بعد كده تحت الصورة، واضغط الجزء اللي تحت هنا والسهم ده، ونشوف الصورة الناتجة ايه. اكيد برضو صورة روعة جدا جدا جدا. انا بصراحة يعني ايه الجمال ده؟ ايه، شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ يعني تخيل صورتك انت في المكان ده. يعني ادي يا جماعه دي صورتي، تخيل صورتك انت بقى، يعني حط صورتك انت في هذا المكان. يعني مكان روعه ما شاء الله، ممتاز ممتاز جدا جدا، يعني مكان ما شاء الله يعني. مكان يشرح القلب قوي قوي يعني. واضغط على حفظ بحيث احفظ الصورة على الجهاز. تمام كده، ونرجع تاني لتطبيق الجيميناي. واضغط برضو على علامة الزائد والصور، واضغط على الصورة من المعرض. تمام، ونيجي يا جماعة بعد كده برضو تاني عند ملف البرومبت. احنا كنا عملنا كام واحد؟ عملنا كده 4. اجي بقى البرومبت الخامس، البرومبت الخامس، وهاجي هظل اضغط بصباعي على اول البرومبت، وانزل حتى اخر البرومبت. زي ما قلت لكم يا جماعة، اللي عايز البرومبتات دي كلها يتواصل معايا. يعني اي حد منكم عايز البرومبتات دي كلها يتواصل معايا في التعليقات. تمام، واضغط على نسخ، واجي عند الجيميناي وتحت الصورة بضغط على الجزء ده وعلم السهم، ونشوف المفاجأة. ونشوف، خدوا بالكم احنا كده عملنا كام برومبت كده؟ 5 برومبتات. تمام كده عملنا 5، يعني 5 صور يعني جوه مناظر طبيعي، جوه مناظر طبيعية. انا ايه شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا جماعة؟ يا سلام يا سلام، مناظر جميلة 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 ما شاء الله. تخيل نفسك بقى انت في المكان ده، يعني تخيل نفسك انت في المكان ده. اكيد مكان جميل جدا يعني يشرح القلب. ها يا عم عيش احلام يقظة. تمام، اضغط على حفظ بقى، حفظ الصورة على الجهاز. تحفظ الصور على الجهاز، وهقول لك في اخر الفيديو ازاي نجيبها من الجهاز يعني. تمام، انا كده حفظت الصوره. كده عملنا كده كام برومبت يا جماعه؟ كانكم فاكرين كده عملنا 5. تمام، نفس التطبيق برضو الجيميناي. بضغط على علامه الزائد على الصور، واختار برضو الصوره. طبعا زي ما قلت لك دي كأنها صورتك بالظبط، يعني دي صورتك موجوده في المعرض. ونخش يا جماعه عند البرومبتات اللي انا منزلها على الجهاز عندي. البرومبت السادس، بدايه البرومبت السادس، البرومبت السادس، وانزل
للآخر كده حتى آخر البرومبت. أيوه كده آخر البرومبت أهو. بعد كده النسخ، أنسخ، وأجي بعد كده عند تطبيق جيميناي وتحت الصورة أضغط هنا وعلامة السهم طبعا بضغط عليها ونشوف المفاجأة بتاعتنا. احنا كده كام برومبت يا جماعة؟ كده 6 برومبتات دلوقتي، يعني كده 6 صور، 6 برومبتات ب6 صور. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والعظمة دي؟ ايه الجمال والعظمة يا سلام يا سلام. شايفين يا جماعة؟ شايفين الحلاوة؟ رمال متحركة، منظر طبيعي، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، مكان والسما ما شاء الله سما جميلة جدا جدا يعني. واضغط على حفظ، احفظ الصورة على الجهاز. تمام. يعني كده يا جماعة عملنا كده كام صورة؟ عملنا كام برومبت؟ مع كده نرجع بقى وادي تطبيق جيميناي رجعنا له تاني، واضغط علامة الزائد تاني وعلى الصور اللي موجودة في المعرض واختار الصورة، ونشوف البرومبت اللي عليه الدور. احنا كنا عملنا 6 دي يا جماعة البرومبت السابع. البرومبت اضغط على اول، نضغط ايه على اول كلمة، خد بالك يعني تضغط على اول كلمة من الشمال. تمام. بعد كده انزل لغاية اخر البرومبت كده يا جماعة. آخر برومبت إيه؟ البرومبت السابع، وأضغط على نسخ، بعد كده بضغط على الجزء دوت اللي هو النسخ، يعني الجزء النسخ ممكن تعمل لصق أو تلاقي يعني إيه كام أول جملة كده ظاهرة كده قدامك بتضغط عليها. تمام. أدي يا جماعة البرومبت نزلناه تحت الصورة، وأجي أضغط على السهم ونشوف المفاجأة. المفاجأة أنا متعطش بصراحة للصورة اللي جاية دي بصراحة يعني. إيه معقولة أنا مش مصدق. معقولة دي صورتي؟ يا سلام. تخيل دي صورتك أنت بقى، يعني تخيل دي صورتك أنت. يا سلام. واضغط على حفظ أهو. أنا كده حفظت الصورة مع عباد الشمس. تمام. يا صورة جميلة. يا تخيل بقى صورتك هي اللي موجودة في المكان ده، يعني سيبك من صورتي أنا، تخيل صورتك أنت اللي موجودة في المكان ده يعني. أكيد صورة روعة وجميلة يعني جميلة. تمام. نرجع للجيميناي تاني. وادي علامة الزائد واضغط علامة الزائد، الصور اللي موجودة في المعرض واختار برضو الصورة. تمام. نشوف يا جماعة البرومبت اللي عليه الدور. احنا كنا عملنا كام برومبت؟ عملنا 7. دي البرومبت الثامن. وهاجي من أول كلمة شمال أضغط عليها ضغطة مطولة، وبعد كده أنزل كده زي ما أنت طبعا شايف كده. أنزل مع كده لغاية آخر البرومبت. أهي آخر البرومبت وعلامة ونسخ. أضغط على نسخ. بعد كده هاجي عند التطبيق جيميناي تاني، وتحت الصورة اللي احنا نزلناها تعمل لصق مع كده، يعني ممكن تعمل بص أو اضغط ضغطة مطولة في الجزء اللي تحت الصورة واختار لصق واضغط على السهم. ونشوف يا جماعة الصورة اللي عليها الدور. صورة أكيد جميلة وحلوة كده زيكم كده يعني. شوف بقى المفاجأة. لا 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 انت حلو أوي. ايه الخضرة الحلوة دي؟ ايه الخضرة الجميلة دي؟ تخيل صورتك انت اللي موجودة في المكان ده بقى. ممتازة. واضغط على ايه؟ على حفظ. تمام كده. تمام. وارجع تطبيق جيميناي تاني مع كده، واجي برضو على علامة الزائد الصور واضغط على الصورة بتاعتي، ونيجي على البرومبت اللي عليه الدور. تمام كده. كنا عملنا 8. نيجي البرومبت التاسع. البرومبت يا جماعة التاسع اهو، ضغطة مطولة على أول كلمة من الشمال، بعد كده لغاية آخر البرومبت. تمام كده. واضغط نسخ على كلمة نسخ،
وارجع للتطبيق تاني، واجي تحت الصورة ضغطة مطورة واضغط على لصق، وعلى السهم شمال، ونشوف المفاجأة. نشوف المفاجأة. ها تدينا ايه؟ اكيد صورة حلوة وجميلة. زي ما قلت لكم يا جماعة، اللي عايز يا جماعة البرومبتات دي كلها يتواصل معايا في التعليقات وانا هديها لك كلها، يعني ما تخافش هديها لك كلها. شايفين يا جماعة المنظر الطبيعي الجميل ده؟ يا سلام، منظر طبيعي جميل قوي قوي. يعني الصور كلها ما شاء الله جميلة جدا جدا يعني. واضغط على حفظ. انا كده حفظت ايه؟ الصورة في المعرض على الجهاز عندي في التليفون. تمام. ونرجع يا جماعة لتطبيق الجيميناي تاني، واضغط برضو على علامة الزائد وعلى الصور اللي موجودة في المعرض، واختار الصورة. تمام. نخش على الملف بتاعي اللي فيه البرومبتات. واحد يسألني ايه يا استاذ مجدي وانت حاطط البرومبتات دي فين حتة بالظبط؟ عادي، النوتة اللي موجودة على التليفون بتاعك، يعني اي تليفون عليه نوتة او تحملها يعني. تمام. وحط فيها كل البرومبتات دي كلها عادي يعني. نيجي بقى البرومبت اللي عليه الدور، البرومبت العاشر. البرومبت العاشر من اول كلمة شمال وانزل مع جماعة كده، وانزل لغاية الاخر، لغاية اخر البرومبت، لغاية اخر البرومبت مع جماعة كده. كده اخر برومبت اهي. واضغط على نسخ، واجي على تطبيق الجيميناي تاني، واجي تحتها برضو وضغطة مطولة واعمل لصق، واضغط على السهم، اضغط على السهم، ونشوف المفاجأة. ونشوف يا جماعة المفاجأة اللي مستنيانا. أنا عندي إحساس إن الصورة ديك مختلفة وتكون أجمل وأجمل وأجمل. يا سبحان الله، يعني شو أنا كنت متخيل إيه وطلعت فعلا ما شاء الله. ها. جميلة جميلة. الثلج، السلوك اللي بيسموه إيه؟ بيسموه المنطقة القطبية كلها تلج. يعني الجبال كلها تلج وماشي، والتلج على اللبس على جسمك كله. مش ممتازة ممتازة. ايه الجمال الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ واضغط على كلمة ايه؟ حفظ بقى عشان احفظ برضو الصورة على الجهاز بتاعي. تمام كده. ارجع بعد كده على تطبيق الجيميناي، واضغط على علامة الزائد الصور، واختار الصورة عادي. ونيجي برضو على الملف بتاعي اللي هو النوتة اللي بحط فيه البرومبتات. كنا عملنا كده كام تطبيق، كام برومبت كده؟ 10. نيجي البرومبت ال11. برومبت ال11. وبرضو كالعادة برضو أنا بنزل لغاية آخر البرومبت، لغاية آخر البرومبت. تمام كده. أنزل لغاية آخر برومبت مع كده. نسخ بعد كده، وأجي تحت الصورة، أضغط تحت هنا أو لصق، يعني ما بتفرقش يعني. بعد كده ونشوف الصورة اللي جاية برضو. يا ترى الصورة ديك تبقى شكلها ايه؟ انا عندي احساس انها برضو صورة مختلفة وجميلة جدا جدا يعني. شايفين المنظر؟ يا سلام، تخيل نفسك كده ايه، انت موجود في المكان ده بعيد عن الناس والوش والمشاكل. ها. وقاعد في مكان كده، منظر طبيعي كده جميل حلو كده. اكيد احساسك هيبقى حلو، يعني مكان ينسيك مشاكلك وهمومك. ها. وتعيش كده في مكان حلو كده، مكان مختلف عن اي مكان تاني. ما شاء الله حلو جدا يعني. اضغط على كلمة حفظ طبعا اللي عشان احفظ الصورة على الجهاز بتاعي، وارجع تاني لتطبيق الجيميناي زي ما احنا متعودين. بضغط على الزائد وعلى الصور، واختار الصورة من المعرض، ونخش بعد كده على النوتة اللي فيها البرومبتات كلها. احنا كنا عملنا كام برومبت؟ 11. نيجي للبرومبت ال 12. اضغط هنا على اول كلمة من الشمال، اول كلمة من الشمال، وانزل لغاية اخر البرومبت.
لغايه اخر برومبت. بعد كده يا جماعه واضغط على نسخ، واجي بعد كده تحت ايه الصوره واعمل لصق والسهم، ونشوف برضه يا جماعه الصوره الجديده. اشوف الصوره الجديده. اكيد طبعا ما شاء الله مكان يعني حاجه جميله، حاجه منظر طبيعي وجميل جدا جدا يعني. شايفين الحلاوه، شايفين الحلاوه يعني ما شاء الله جميله جدا يعني. هي مختلفه شويه عن اللي فات بس حلوه برضه، حلوه يعني حلوه. ونضغط على حفظ. تمام. نرجع بعد كده يا جماعة لتطبيق الجيميناي تاني، وبرضو علامة الزائد. بكرر تاني، جميع البرومبتات دي كلها يا جماعة موجودة معايا. اللي عايز البرومبتات دي كلها تواصل معايا وانا اديها لك. تواصل معايا وانا اديها لك. هكتب لك رقم تليفوني في التعليقات او اكتب تم، هبعت لك كل حاجة ان شاء الله. ادي الصورة كده يا جماعة نزلتها، واجيب البرومبت اللي عليه الدور. احنا كده عملنا 12. دي بقى البرومبت ال 13. اول كلمه شمال اضغط عليها، بعد كده انزل لغايه لما اوصل لنهايه البرومبت. نهايه البرومبت. بعد كده كلمه نسخ، وارجع تطبيق جيميناي تاني. ماشي. اضغط ضغطه مطوله واضغط على لصق، بعد كده السهم. ونشوف برضو يا جماعه الصوره الناتجه اللي هيبعتها لي الجيميناي. طبعا يا جماعه برضو دي كلها يا جماعه صور طبيعيه، يعني دي صور طبيعيه احلى ما فيها، بعيده عن الناس والمشاكل. شايفين يا جماعه؟ شايفين يعني منظر ما شاء الله طبيعي وجميل جدا يعني. طبعا خد بالك انت ممكن بقى تعمل حاجه حلوه قوي. تكتب ايه تحتها؟ تغيير اللبس. يعني ممكن ايه بعد ما الصورة تنزل لك على الجيميناي تكتب تحتها ايه؟ تغيير اللبس الى بدله زرقاء، بدله سوداء، زي ما انت عايز يعني. اضغط على حفظ بحيث احفظ الصوره على المعرض في الجهاز بتاعي. تمام. وارجع بعد كده لتطبيق الجيميناي تاني، وعلامه الزائد والصور، واضغط على الصوره، ونشوف بقى ايه البرومبت اللي عليه الدور. احنا كده عملنا 13 برومبت، نيجي البرومبت ال 14. واجي يا جماعه انزل لغايه اخر البرومبت، لغايه اخر البرومبت. ادي كده اخر البرومبت، واضغط على نسخ. بعد كده ارجع للتطبيق تاني وبدي ضغطه مطوله، بعد كده ايه لصق، ونشوف الصوره اللي جايه. دي كلها يا جماعه مناظر طبيعيه حلوه جميله جدا جدا يعني. ولو عايز برومبوتات تانية بقى غير دي، غير اللي انا نزلتها في هذا الفيديو، ماشي. انا عايز برومبوتات تانية غير البرومبوتات اللي انت شفتها او انا نزلتها، ممكن اجيب لك برومبوتات تانية يعني زي ما انت عايز. شايفين الجمال؟ يا ايه، لا بصراحة صورة روعة، صورة روعة 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 ما شاء الله ممتازة. طبعا اضغط عليها. بعد كده عندك ايه مشاركة نسخ. يا جماعة البرومبت ال 15، البرومبت ال 15 اضغط على اول كلمه شمال، بعد كده طبعا انزل لغايه اخر البرومبت، ونشوف البرومبت ايه الصوره الناتجه من البرومبت ده. تمام. اضغط على نسخ، اضغط على الزائد، واضغط على الصور، واختار طبعا الصوره اللي انتم طبعا كلكم عارفينها، واضغط ضغطه مطوله، واختار لصق، واضغط على السهم عادي خالص، ونشوف الصورة. طبعا ده يا جماعة البرومبت ال 15. طبعا هنشوف يا جماعة الصورة الناتجة. احساس جوايا ان الصورة ممتازة ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ شايفين المنظر الطبيعي الجميل الحلو ده؟ ما شاء الله يعني منظر طبيعي جميل جدا جدا ما شاء الله. طبعا في كلمة حفظ قدامكم وفي نسخ في مشاركة، بضغط على كلمة ايه حفظ، احفظها على الجهاز بتاعي. تمام. انا كده ايه حفظت الصورة في المعرض الجهاز. تمام. نرجع تاني يا جماعة تطبيق جيميناي عادي، واخش عند الملف بتاع البرومبت.
تمام. ونخش بعد كده عندي البرومبت رقم 16، واضغط على اول كلمه شمال وانزل لغايه اخر البرومبت، لغايه اخر البرومبت يا جماعه، زي ما انتم كده طبعا ايه شايفين. تمام، اخر البرومبت. تمام. واختار طبعا ايه نسخ، اضغط على نسخ عادي، واجي عند التطبيق عادي، واضغط على الزائد والصور. وطبعا كلكم طبعا عارفين طبعا بقى كل الخطوات كده خلاص، ولصق وعلى السهم ونشوف النتيجة. نشوف الصورة يا جماعة، صورة في منظر طبيعي أكيد هيعجبكم جدا جدا. هنشوف الصورة يا جماعة الناتجة، الصورة الناتجة. يا سلام، شايفين يا جماعة؟ شايفين البراعة، شايفين الإبداع، إبداع جميل جدا جدا ما شاء الله. أنت زي ما قلت لك قبل كده، تخيل إن صورتك هي اللي موجودة، واضغط على حفظ. كده حفظت الصورة فين؟ على الجهاز بتاعي. تمام كده. بعد كده نرجع يا جماعة تاني عند ايه تطبيق جيميناي، وعلى ملف البرومبت. نخش بعد كده البرومبت رقم 17، واضغط عادي زي ما قلنا اول كلمة شمال، اول كلمة شمال يا جماعة. بننزل بعد كده لغاية اخر البرومبت، لغاية اخر البرومبت. واضغط على نسخ، ونيجي عند تطبيق الجيميناي عادي. وطبعا لسه يا جماعه ما اخترناش الصوره، نختار الصوره اهي، الصوره الموجوده في المعرض، وادي الصوره عادي. ونضغط ضغطه مطوله ونختار لصق ونشوف الصوره الناتجه. طبعا يا جماعه اللي قدامكم دي البرومبت رقم 17. هنشوف الصور طبعا اللي تظهر دلوقتي قدامنا. شايفين يا جماعه؟ شايفين البراعه يا جماعه؟ خدوا بالكم انا كنت كاتب في البرومبت دي جمله اخيره ان يرتدي او يلبس بدله سوداء. وطبعا زي ما حضراتكم طبعا شايفين ما شاء الله صوره جميله جدا جدا. اضغط على كلمه حفظ، احفظ الصوره على الجهاز بتاعي. تمام. وارجع طبعا الايه التطبيق تاني، واضغط على الزائد والصور، واختار الصورة عادي. ونخش عند ايه البرومبت رقم 18، وانزل لغاية نهاية البرومبت، واضغط على ايه نسخ. ونيجي برضو عند تطبيق جيميناي عادي، وتحت الصورة وضغطة مطولة ولصق والسهم الأعلى. ونشوف برضو يا جماعة الصورة الناتجة، هنشوف الصورة الناتجة. برضو يا جماعة دي كلها مناظر طبيعية، يعني زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، اللي عايز البرومبتات دي كلها تواصل معايا. شايفين ما شاء الله؟ شايفين صورة جميلة؟ دي كلها مناظر طبيعية. شوفوا يا جماعة، الفيديو ده كله أساسا أنا عامل برومبتات بتاعته خاص بالمناظر الطبيعية. واضغط على حفظ عادي، وكده حفظت الصورة على الجهاز بتاعي. نرجع بقى تطبيق جيميناي تاني، واضغط على الزائد والصور، وانزل لغاية آخر برومبت رقم 19، رقم 19. واضغط على نسخ، ونيجي عند اضغط ضغطة مطولة او اضغط هنا. بعد كده هيديني الصورة الناتجة، ونشوف المفاجأة في الصور. بكرر تاني، اللي عايز البرومبتات دي كلها يا جماعة يتواصل معايا في التعليقات، تواصل معايا في التعليقات. دي كل البرومبتات دي كلها، شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ دي بنسميه البيت الريفي، بنسميه البيت الريفي الأوروبي. خد بالك، البيت الريفي الأوروبي. تمام. ممكن ايه تكتب في نهاية البرومبت مع تغيير اللبس، وتكتب اللبس اللي انت عايزه، يرتدي بدلة تيشيرت وهكذا يعني. تمام كده. وادي حفظنا الصورة. تمام كده، حفظنا الصورة في المعرض. بعد كده نيجي الجيميناي تاني، واضغط على الصور،
واختار طبعا الصورة عادي، ونيجي برضو البرومبت الأخير، البرومبت الأخير رقم 20، وأجي ضغطة مطولة وأنزل حتى نهاية البرومبت، ولصق أو نسخ، أقصد نسخ. بعد كده نيجي تحت الصورة وضغطة مطولة ولصق، أضغط على لصق والسهم طبعا اللي انتم طبعا عارفينه، ونشوف الصورة الناتجة. طبعا دي كلها صور مناظر طبيعية، وزي ما قلت لكم قبل كده اللي عايز البرومبتات دي كلها تواصل معايا. شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله، جميلة جدا جدا جدا. وشكرا لحضراتكم.